عارف والله انا ككونسلتنت بشوف العجب. انا حضرت اجتماع ساعة كاملة عشان يهربوا من قرار لمدة دقيقتين. الناس كلها كانت شغالة سلايدز وارقام والاينمنت والكلام شيك بقى من نوع نكست ستيبس وفولو اب وكلام كده. بس في لحظة حصل بقى ايه الصمت اللي انا بحبه. الصمت ده اللي بيقول الحقيقة من غير ما حد يعترف. ولما ده حصل سألت سؤال واحد: يا جماعة، مين صاحب القرار هنا بالاسم؟ مين اللي هيقول اه او لا النهارده مش بعد اسبوع؟ الاجتماع خلص وكل فريق خرج يشتغل على نسخة مختلفة تماما من نفس الفكرة. وبعد يومين رجعت أبص معاهم، لقيت إن فريق بيبني مشروعين مختلفين في نفس الوقت، والفلوس بتاعت الشركة بتتحرق بمنتهى الهدوء والناس بتتعب. وبعد كده إيه اللي بيحصل؟ يبدأ بقى موسم اللو. بص يا جميل، لو عايز توقف النزيف ده قبل أي سلايد اعمل 3 حاجات بس. أول حاجة اكتب اسم صاحب القرار. رقم 2 حط اختيارين فقط مش 10. رقم 3 حدد ميعاد للحسم الواضح، يعني 24 ساعة 48 ساعة نعمل الاين. خليني أسألك أنت سؤال: إيه القرار الواحد اللي لو اتحسم عندك أنت النهاردة في شغلك أو في حياتك هيوقف بقى الكعبلة والتفصيل الكتير؟ ولو تحب اكتب لي كلمة تروث في الكومنتات، وأنا هبعت لك نموذج تشخيص 7 أسئلة يخليك تعرف المشكلة الحقيقية فين 10 دقايق بس. سلام.